قال الله في القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يحب هداية أمته كلهم، فالله تعالى يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في الصباح والمساء يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الصالحون معنى ذلك أن العين الشريفة والملاحظة النبوية مستمرة ودائمة على كل من كان هذا وصفه، من كانوا يدعون ربهم بالغداء والعشي يريدون وجهه. قال له لا تعد عيناك عنهم ولا تظن أنه صلى الله عليه وسلم إذا انتقل إلى عالم البرزخ فإن نظره الشريف انقطع، بل نظره المباشر بعرض أعمال أمته عليه من وجه، ونظره فيما خلف من النظر في ورثته وكمل خلفائه صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه في كل زمان ومكان، والله تعالى أعلم.